This is a special batch. I've made it double strength. You could lose everything. Accept the diagnosis, and you will see. جاهزين تدخلوا معايا عالم الرعب الكلاسيكي الغامض والمظلم، العالم اللي مليان اجواء ضبابيه ولعنات قديمه واسرار مرعبه؟ في الفيديو ده انا جمعت لك افضل 10 افلام رعب كلاسيكيه لازم تسهر عليها النهارده. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 10 إيماكوليت. الفيلم بيحكي عن سيسيليا، بنت متدينة جدا وبتدور على هدف لحياتها، فبترحب بدعوة عشان تروح دير إيطالي معزول وبعيد. الدير ده بيوعدها ببداية وروح جديدة، بس أول ما بتدخل ورا الأسوار المقدسة دي بتحس إن في حاجة غلط ومش مريحة بالمرة. ومع مرور الأيام الطقوس الهادية للدير بتتحول لشيء مرعب ومريب، وإيمانها بيتحط تحت اختبار قاسي بسبب الهمسات والأحداث الغريبة والإحساس الخانق بإن في عيون بتراقبها في كل ثانية. الفيلم من إخراج مايكل موهن وبيبني رعب نفسي بطيء وقاتل قايم على العزلة والرموز الدينية. رقم 9 ماي كازن ريتشل. Stay away from me. Don't close the door. I cannot be alone. شاب انجليزي عايش حياة هادية ومستقرة في املاكه لحد ما بتجيله اخبار صادمة ان وصيه والراجل اللي رباه مات في ظروف غامضة ومريبة جدا، وده حصل بعد فترة قصيرة من جوازه من قريبتهم اللي اسمها ريتشل. ولما ريتشل بتوصل انجلترا بشكلها الساحر والغامض، فيليب بيلاقي نفسه مبهور بيها وفي نفس الوقت قلقان من وجودها. سحرها بيحاوطه، بس معاه احساس بيكبر جواه ان في سر خطير ورا الست دي. الفيلم من اخراج روجر ميشيل وهو عبارة عن اثارة نفسية بتغلي على نار هادية جوه اجواء كلاسيكية مرعبة، حركات بسيطة وراها معاني تقيلة، والسكوت بيبقى اعلى من الكلام. الفيلم ده عبارة عن لعبة سيكولوجية بتطبخ على نار هادية، السكوت فيه بيبقى مرعب اكتر من الكلام، والنهاية هتسيبك حيران وقت كبير. رقم 8 A Cure for Wellness. What's happening to me? It's all part of the cure. There is no cure. لوك هارت موظف طموح جدا وشاب بيتبعث في مأمورية عشان يرجع الرئيس التنفيذي لشركته من مصحة علاجية معزولة ومخفية واستقبال القلب السويسرية. المكان بره باين انه هادي جدا وبيطمن وبيقدم طرق علاج غريبة بتوعد بالنقاء وتجديد الشباب، بس في حاجة جوه المكان ده مش مريحة ابدا. ومع الوقت لوك هارت بيحس ان الطقوس دي مش علاج، دي فرض سيطرة وتنويم مغناطيسي، والخط الفاصل بين الاستشفاء والحبس بيبدأ يتمسح. الفيلم من اخراج العبقري جور فيربينسكي وبيقدم كادر بصري مرعب وجرعة توتر بطيئة بتسحبك لعالم الكمال الزائف اللي مستخبي وراه شيء قذر وغير طبيعي بالمرة. كادرات الفيلم دي لوحدها لوحة فنية مرعبة، الأجواء السويسرية مع هدوء الدكاترة المريب هيجيبوا لك فوبيا من المستشفيات. رقم 7 The Skeleton Key. You see him in the mirrors. Can't expect me to believe that you see ghosts in your mirrors. كارولين ممرضة بتدور على تغيير في حياتها، فبتوافق على شغلانة رعاية راجل عجوز مريض عايش في قصر قديم ومتهالك في غابات لويزيانا. البيت ده تحس ان الزمن واقف فيه، مليان ابواب مقفولة وتاريخ كله همسات وكيان غامض بيتحرك وسط الضلمة. ولما بتاخد المفتاح الهيكلي اللي بيفتح كل باب في القصر، الفضول بياخدها لماضي البيت السري. الفيلم من اخراج ايان سوفلي وبيقدم رعب معتمد على الفلكلور والسحر الاسود، وكل ما بتستكشف خطوة كل ما الواقع بيختفي والتوتر بيزيد جدا. الفيلم ده يدرس في بناء التوتر، والنهاية بتاعته صدمة وتويست من اقوى التويستات في تاريخ سينما الرعب الكلاسيكية. رقم 6 The Gift. I think somebody's gonna try and kill me. Messing with the devil's gonna get you burned. أني ويلسون ست أرملة وأم عايشة في بلد جنوبية هادية، بتملك قدرة روحانية ونفسية غامضة بتستخدمها عشان تساعد الناس اللي حواليها. ولما بتختفي ست من سكان البلد فجأة، أني بتلاقي نفسها جوه التحقيق، ورؤياها المرعبة بتبدأ تدلها على فتافيت من سر مظلم ومخفي تحت وش المدينة الهادية. وكل ما بتدخل في القضية، الناس اللي حواليها بيبانوا مش محل ثقة، لدرجة إن هيبتها وقدرتها بتتحول لعقدة ولعنة مش قادرة تتحكم فيها. الفيلم من إخراج الأسطورة سام ريمي وبيخلط الرعب الخارق للطبيعة والشك فيه بيخليك مش طايق أي شخصية على الشاشة من كتر التوتر. رقم 5 ستونهيرست أسيلم. When you have found a thing a man fears most, you will have discovered the key to his madness.
ادوارد نيوجيت طبيب شاب لسه متخرج جديد ومتحمس، بيوصل لمصحة نفسية معزولة وبعيدة عشان يتعلم من طرقهم الجديدة وغير التقليدية في علاج المرضى. في الأول المكان بيبان متطور وجيد جدا، المرضى بيتحركوا بحرية والدكاترة بيتعاملوا بهدوء مبالغ فيه، بس تحت السطح في حاجة غريبة، تصرفاتهم وطقوسهم والتوتر المريب اللي مالي الممرات، ومع الوقت الخطوط بتسيح بين مين الدكتور ومين المريض. الفيلم من إخراج براد أندرسون وبيقدم رعب نفسي غامض ومبني على الخضاع البصري والنفسي، وهتكتشف في الآخر إن المظاهر كدابة لأبعد ليفل. رقم 4 From Hell. There's no finish. Where is he? I want you. المفتش فريدريك إبرلاين محقق ذكي بس حياته متدمرة، وعنده قدرة غريبة على رؤية لقطات من الجرائم قبل ما يدخلها. بيلاقي نفسه مجبر يحقق في سلسلة من جرائم القتل الوحشية اللي بتهز شوارع لندن الفيكتورية والمعروفة بقصة جاك السفاح الشهيرة. ومع انتشار الرعب في الشوارع المليانة ضباب، القضية بتتحول من مجرد مطاردة القاتل متسلسل لرحلة نزول في أعماق الجحيم والفساد السياسي المظلم. المحقق إبرلاين بيدخل أسود حواري لندن، أماكن الأسرار فيها مدفونة تحت النفوذ والفلوس وسكوت الكل. طرق إبرلاين في التحقيق بتخليه مختلف عن أي حد، بس كل ما بيغرق في القضية الخط بيموت تماما بين حسيته الثابتة وبين الهوس اللي هيدمر حياته. الفيلم من إخراج ألبرت هيوز وبيبني جو كئيب ومرعب من خلال الأماكن السوداوية والضغط النفسي، وبيسحبك لعالم كل ضلمة فيه مستخبي وراها خطر. رقم 3 The Orphanage. لورا بتمشي ورا الحنين وبتتطوع ترجع لملجأ الأيتام اللي على البحر اللي كبرت وتربت فيه وهي صغيرة، وعندها أمل إنها تجدده وتحوله لبيت أطفال لذوي الاحتياجات الخاصة. فبتاخد ابنها الصغير وجوزها وبيبدأوا يستقروا في المبنى الهادي والمعزول، بس ما بيعديش وقت طويل وبتبدأ تظهر حاجات غريبة موترة، أصوات همس ورجلين بتتسمع في الممرات، أماكن كانت عادية بتقلب بضلمة وخوف، وتصرفات ابنها بتبدأ تتغير لدرجة مش قادرة تفسرها. الملجأ نفسه تحس إنه حي ومتمسك بذكريات رافضة الدفن تحت الأرض. الفيلم بيقدم تجربة مرعبة وعاطفية جدا، وكل ركن فيه بتحسه متراقب بكيان مش شايفه. رقم 2 The Devil's Backbone. كارلوس طفل صغير أهله بيسيبوه في ملجأ أيتام بعيد ومعزول في آخر أيام الحرب الأهلية الأسبانية. بسرعة جدا كارلوس بيحس إن المبنى المعزول ده مش مجرد ملجأ للأطفال المنسيين، الجو هناك تقيل مليان همسات وأسرار وتوتر يخنق في كل ركن. وهو بيحاول يتأقلم بيبدأ يلاحظ إن في كيان غامض أو شبح مرتبط بماضي الملجأ ده، والشبح بيتحكم في تصرفات كل اللي جوه من غير ما يحسوا. الأطفال التانيين فاهمين أكتر ما بيقولوا، والسكوت اللي محاوط أحداث معينة بيزود الرعب. الفيلم تحفة من إخراج العبقري جيريمو ديل تورو، وبيخلط الرعب الكلاسيكي بالدراما الإنسانية في رحلة نفسية بطيئة بتخطف الأنفاس. وفي المركز الأول Interview with the Vampire. على العرش وفي المركز الأول واحد من أعظم كلاسيكيات الرعب والدراما النفسية الفخمة، لويس اللي بيقوم بدوره براد بيت، روح تعبانة ومحملة بخسارة كبيرة في حياته، بيقعد في العصر الحالي مع صحفي وبيحكي له قصة حياته الغريبة، حياة شكلتها الخلود واللعنة اللي بتيجي معاها. رحلته بدأت لما قابل مصاص الدماء الجذاب والخطير جدا ليستات، واللي قام بدوره طبعا العبقري توم كروز، واللي سحبه العالم ساحر ومغري بس في نفس الوقت معزول ومقطوع عن البشرية. مع مرور العقود والقرون لويس بيحارب عشان يفضل متمسك بإنسانيته وسط علاقات مريضة بتتحرك بين الصداقة والسيطرة الخانقة. الفيلم ده مش مجرد رعب وخوف، ده لوحة فنية فخمة بتوريك إن الخلود مش دايما نعمة، ساعات بيبقى ألعن وأتقل عبء ممكن يشيله بشر. توليفة توم كروز وبراد بيت في عز مجدهم هتديك تجربة سينمائية مش هتتمسح من ذاكرتك أبدا. ودي كانت نهاية الفيديو الأفضل 10 أفلام رعب كلاسيكية. قولي في التعليقات إيه أكتر فيلم فيهم شدك وهتبدأ بيه سهرتك النهاردة، ومين شاف صدمة فيلم ذا سكيلتون كي وزعل زي ما أنا زعلت. اعمل لايك للفيديو لو عجبك، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات اشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد السينما والأفلام أول بأول. أشوفكوا على خير.